اهلا بيكم في فيديو جديد وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هكلمكم عن تجربتي الشخصية مع منتجات من نفس الماركة وهي ماركة سيبكلار. هكلمكم عن المقشر والغسول والتونر. عايزة اقول لكم ان التلاتة فعلا كويسين جدا. هما طبعا من شركة حياة اللي عاملاهم. ماركة سيبكلار الصراحة عن تجربتي الشخصية جميلة جدا. انا اشتريت طبعا المقشر واشتريت الغسول واشتريت التونر، وهقول لكم ازاي تستخدموهم. طبعا المقشر بتستخدميه مرتين في الاسبوع. ما تستخدموش اكتر من كده عشان ما يعملكيش اي حساسيه ببشرتك. لازم أن تستخدميه مرتين بس في الاسبوع. طبعا هو بيساعد طبعا ان هو بيشيل الشوائب والرؤوس السوداء. انت مع اول مره هتستخدميه هتحسي فعلا ان بشرتك بقت انعم وانضف. هو طبعا ملوش ريحه، وكمان هو الملمس بتاعه كريمي زي ما انتم شايفين كده. كمان هو مش بيجرح البشرة خالص، لان هم عاملين فيه الحبيبات اللي موجودة فيه اللي بتساعد على ان انت تشلك الشوائب والرؤوس السوداء. حبيبات صغيرة جدا ان هي ما تأذيش البشرة. طبعا بتعملي حركات دائرية على بشرتك كده. المهم يا جماعة ان احنا ما نستخدموش اكتر من مرتين في الاسبوع عشان ما يعملش لبشرتنا مثلا نأذيش بشرتنا. طبعا المقشر انت هتستخدمي مرتين في الاسبوع، مش كل يوم هتقشري بشرتك. مرتين بس في الاسبوع عشان تحصلي على نتيجة تكون كويسة وبشرتك ما تتأذيش. طبعا هو ملوش ريحة خالص. انا بفضل ادعك فيه كده، تحسوا ان انا وانا بدعك كده هتحس ان في جلد الميت بدأ يطلع. اي شوائب عندك هتلاقيها طلعت، هتحس ان بشرتك انعم بكتير. الصراحة ماركة سباكلار عن تجربتي هي فعلا كويسة جدا. بعد ما تخلصي بقى خلاص عملتي بشرتك خالص، هتغسليها بمية عادي. وبعد كده هيجي بقى دور الغسول بتاعنا. طبعا الغسول بتاع سيبكلار هو 200 ملي. الغسول دوت للبشرة الدهنية والبشرة المختلطة. عايزة اقولك لو بشرتك بتطلع فيها حبوب، الغسول دوت بيقلل من ظهور الحبوب خالص. كمان حلو جدا، بينظف المسام بتاعتنا، بيخليها تقلل من افرازات الدهون اللي هي بتفرزها. الغسول ده استخدموه الصبح وبالليل، هيفرق معاكم جامد على بشرتكم. هوريكم بتستخدموه ازاي. طبعا احنا بنبل بشرتنا اول حاجة قبل ما نستخدم اي غسول. دي طريقة الاستخدام مكتوبة على العبوة. طبعا بتشوفيها قبل ما تستخدميها، وانا بس انا هقولك برضو احنا كده بنبل بشرتنا ونبدأ ناخد شوية بمة كده من الغسول بتاعنا. وهوريكم ان هو ازاي بيرغي بسرعة، وكمان بينظف البشرة بطريقة رهيبة. بتبدأي بقى تدعكي بشرتك كلها. شايفين حتة صغيرة بدأت تعمل معايا ايه؟ عايزه اقول لكم فعلا بينظف البشره، بيخلي المسام بتاعتك ما تفرزش الافرازات الدهنيه. بيقللها كل ما بتستخدميه، بيقلل الافرازات الدهنيه، وبتخلي بشرتك نظيفه، المسام بتاعتك بتبقى نظيفه. طبعا احنا كل اللي احنا بنعمله ده ان احنا بننظف المسام بتاعتنا. هيجي بقى دور التونر طبعا عشان يساعد ان احنا نقفل المسام بتاعتنا بعد ما نضفناها. هنيجي بقى دور التونر. طبعا العبوه بتاعته برضو 200 ملي. طبعا كلهم من شركة حياة. وطريقة الاستخدام برضو لو انت عايزة تشوفيها مكتوبة برضو على العبوة. طبعا انت بعد ما بتغسلي طبعا بشرتك من الغسول بتغسليها كويس جدا. بتبدأي تنشفي بشرتك بلطف. بلاش ان احنا البشرة لما تيجي تنشفيها يا دوبك نطبطب عليها بمنديل كده. بلاش ان احنا ندعك في بشرتنا جامد. بعد كده هنبدأ نيجي بقى لدور التونر عشان نقفل المسام بتاعتنا. بعد ما خلصنا بقى نضفنا المسام بتاعتنا هنبدأ نقفلها. انا كده بدأت اقفل المسام بتاعتي. فعلا المنتجات دي فعلا تستحق فعلا ان انتوا تشتروها.
وشركة حياة فعلا اثبتت ان هي فعلا شركة كويسة والمنتجات بتاعتها كويسة. لو انتوا جربتوا اي منتج منهم يا ريت تقولوا لي في الكومنتات، وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. انا كده خلاص قفلت المسام بتاعتي خلاص، ودول المنتجات اللي انا اشتريتها. هما كمان سعرهم مش غالي يعني، بجد هيفيدوكي جدا لو انت استخدمتوهم روتين لبشرتك. المقشر يا جماعة ما نستخدموش اكتر من مرتين بس عشان ما نعملش لبشرتنا حساسية. والغسول بتاعنا بنستخدمه صبح وبالليل، والتونر بعد ما بننضف المسام بتاعتنا بنبدأ ان احنا نقفل المسام بتاعتنا بالتونر بتاعنا. يا ريت بقى لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد.